توأم الشعلة أو التوين فليم هو نصك المفقود، لو حالفك الحظ الكون هيجمعك بيه. توأم الشعلة مش هو السولميت أو رفيق الروح، توأم الشعلة هو الشخص اللي تشابه معاه جوهر روحك، اللي طاقته بتتوافق مع طاقتك، بتكملوا بعض. هو نصك التاني اللي بتحس معاه بالراحة وكأنكوا روح واحدة في جسدين. توأم الشعلة لو انت محظوظ والكون ساقه ليك، هتعيش مش بس قصة حب مفيش زيها، هتعيش حالة ملهاش مثيل. طب ازاي اعرف الولد ده او البنت دي هو توأم الشعلة بتاعي؟ هقول لكم ازاي، بس بعد ما نعرف الفرق ما بين توأم الشعلة ورفيق الروح، التوين فليم والسول ميت. ببساطة الفرق ما بين توأم الشعلة ورفيق الروح هو انك ليك توأم شعلة واحد بس. كل انسان ليه توأم شعلة واحد بس، لكن السول ميت او رفيق الروح ممكن يكون عندك اكتر من شخص هو رفيق روح. السول ميت او رفيق الروح ممكن يكون حبيب، اخ، صديق، لكن توأم الشعلة هو شخص واحد بس، وبيكون أقرب إنسان ليك في الدنيا دي كلها. طب إزاي أعرف بقى إن ده توأم الشعلة بتاعي؟ في 8 حاجات هتشوفها وهتحسها وإنت مع توأم الشعلة بتاعك، اللي هتقولك إن هو ده توأم الشعلة. رقم 1، لقائكم لأول مرة بيبقى ليه رهبة غريبة وكأنكوا أرواح تايهة وتلاقت. بمجرد ما بتقابل توأم الشعلة بتاعك بتحس إحساس غريب من الألفة والحب والانتماء للشخص ده، بتحس كأنك تعرفه طول حياتك، والألفة اللي بتحسوا بيها أول ما بتتقابلوا غير أي حد في الدنيا، وسهل جدا تقعوا في الحب من النظرة الأولى. رقم 2، بتبقوا عارفين بعض كويس قوي حتى من قبل ما تتقابلوا. توأم الشعلة دايما بتحس معاه كأنكم تعرفوا بعض من زمان، تعرفوا بعض أكتر من أي حد، تعرفوا بعض حتى أكتر من أسركم، بتحسوا كأنكم كنتوا مع الشخص ده من أول ما اتولد. بتبقى علاقتكم لسه في بدايتها، مبقالهاش شهرين 3 وتحس إن انتوا تعرفوا بعض بقالكوا سنين، وإن وجودكم مع بعض هو حتمي. رقم 3، بتكونوا مراية لبعض. توأم الشعلة هو مرايتك، بتعرف تشوف نفسك من خلاله بشكل واضح، وهو كمان زي المراية بالظبط. بتشوف ايه لما بتبص في المراية؟ بتشوف نفسك، بتشوف مثلا البقعة اللي على وشك اللي مش واخد بالك منها. اهو توأم الشعلة بقى هو مرايتك اللي بتعكس روحك، وبسبب علاقتكم هتكتشف حاجات كتير عن نفسك، وهو كمان هيكتشف نفسه من خلالك بشكل أفضل. في دايما تواصل روحي ما بينكم فظيع، وبتفهموا بعض حتى من النظرة، بتقدروا تفهموا وتعرفوا مشاعر بعض وأفكار بعض بدون حتى كلام. رقم 4، بتكون معاه على طبيعتك. وانت مع توأم الشعلة بتكون بشكل لا إرادي على طبيعتك قدامه في كل شيء، شكلا وموضوعا. بتميل انك تكون مكشوف قدامه ويكون كل شيء واضح، عيوبك، مميزاتك، مخاوفك بتبقى واضحة قدامه، وهو كذلك واضح قدامك. مفيش فلتر، مفيش تحفظ، مفيش خوف، في صراحة وانفتاح وراحة في كشف نفسك وروحك قدامه، وده بيساعدك تتغلب على مخاوفك. علاقتكم في العموم بتكون دايما داعم في عملية التغلب على مخاوفكم الشخصية. رقم 5، علاقتكم ما تعرفش الملل. شخص واحد بس مش ممكن تمل منه في الحياة، توأم شعلتك هو الشخص ده. علاقتكم عمرها ما بتعرف الملل أبدا، دايما فيها جديد، صعب انك تمل، محدش بيمل من روحه. وعلى مدار سنين وسنين من علاقتكم بتفضلوا تكتشفوا نفسكم على مستويات مختلفة من خلال بعض، عمر ما الملل بيتسرب للعلاقة دي أبدا. رقم 6، الانجذاب. في انجذاب شديد بينكم زي المغناطيس. من أهم الحاجات اللي في علاقة ممكن تستمر لسنين طويلة إن يكون في انجذاب جنسي بينكم، زي ما قلت لكم وشرحت قبل كده في فيديو الانجذاب الجنسي، وهحط لينكه برضو في أول كومنت عشان تفتكروا. في علاقتك بتوأم الشعلة بقى دايما في انجذاب على كل المستويات، مش انجذاب جنسي بس، انجذاب شديد صعب تتخلص منه. حتى لو انت مضطر تنهي العلاقة دي لأي سبب بقى، بيبقى صعب بسبب الانجذاب ده، وبتلفوا الدنيا وترجعوا تاني بمنتهى السهولة مهما بعدتوا ومهما طال الوقت. دايما شعلة الحب بتفضل قايدة، علشان كده لما بيبقى فيه مشاكل في العلاقة دي بتفضلوا تدخلوا وتخرجوا في حياة بعض، وكل مرة بتفتكروا انها المرة الأخيرة، بس برضه بترجعوا. رقم 7، الأمان. مع توأم الشعلة انت دايما حاسس بالأمان، مهما حصل انتوا دايما حاسين بأمان مع بعض، صعب حد يهدد أمانكم وانتوا في حياة بعض، بيبقى في رابطة واتحاد ما بينكم صعب كسرها، بتحسسكم انتوا الاتنين بالأمان وان مفيش حاجة في الدنيا تقدر عليكم. رقم 8، انتوا اكتر من حبيب وحبيبة. انت او انتي توأم الشعلة بتاعك او بتاعك، العلاقة ما بينكم اكتر من فكرة حبيب وحبيبة، العلاقة ابعد من كده بكتير وليها مستويات مختلفة. ساعات تحسوا انكم حبيب وحبيبة، اب وبنته، ام وابنها، صديق وصديقة، وساعات تحسوا ان انتوا سول ميتس. كل ده مضروب في بعضه. علاقتكم ليها ابعاد كبيره، وعلى الرغم من ال8 علامات اللي انا قلتهم دلوقتي اللي تعرفك توأم الشعلة بتاعك وبتوريك قد ايه دي علاقه مميزه، الا ان ساعات العلاقه دي كمان بيبقى ليها عيوبها، ودول 4 عيوب لازم تخلي بالك منهم لو انت في علاقه مع توأم شعلة.
رقم 1 من العيوب دي ان دايما في تسامح غير مشروط. في علاقتك مع توأم الشعلة انت عندك دايما استعداد انك تسامح، دايما قادر انك تفهم اللي قدامك وتغفر وتبدأ من جديد، ودي طبعا نقطة ايجابية، بس ساعات كمان بتكون سلبية لما تكون بتتعرض للإساءة في العلاقة دي. بتسامح باستمرار، ده ممكن يخليك في علاقة مؤذية وانت مش واخد بالك عشان بتسامح باستمرار. رقم 2 التوقيت الغلط. ساعات توأم الشعلة بيظهر في حياتك في توقيت غلط، ممكن تكون انت مش مستعد للعلاقة دي، يا اما تكون خارج من علاقة وحشة او انت مازال في علاقة، ويظهر قدامك توأم الشعلة اللي تحس قدامه بانجذاب غريب وتحس انك مش قادر تقاومه، وده بيحطك في اختيار صعب ما بين حياتك المستقرة وما بين الشخص اللي ما بيظهرش غير مرة واحدة في العمر، ووجوده ساعات بيكون مقدر في حياتك، وده ساعات بيزعزع حياتك ويبرجلك ويحطك في اختيارات صعبة انت مش عامل حسابك عليها ومش مفهومة من اللي حواليك. محدش فاهم انت بتعمل كده ليه وبتحط نفسك في الاختيار ده ليه. رقم 3 مش شرط العلاقة تكمل. في علاقتك مع توأم الشعلة على الرغم ان انتوا بتكونوا روح واحدة، بس ساعات الظروف ما بتبقاش في صالح العلاقة دي نهائي، وعلى الرغم انكم مش هتقدروا تنسوا بعض وهيكون دايما في انجذاب، الا ان ساعات العلاقة ما بتكملش. والمشكلة مش في انها ما بتكملش، المشكلة ان انت ليك توأم شعلة واحد بس، لو الامور ما ظبطتش معاه بتخسر افضل اختياراتك في شريك حياة مثالي يناسبك. رقم 4 لا يمكن تتخلص من توأم الشعلة بسهولة. بسبب الانجذاب الشديد ما بينك وما بين توأم الشعلة بتاعك بيبقى صعب تتخلص من العلاقة دي لو مش في صالحك. لو العلاقة مؤذية ليك أو ليها بيبقى صعب قوي تنهوا العلاقة دي. صعب تتخلصوا من توأم الشعلة لأنكم منجذبين لبعض زي المغناطيس، وساعات ده ما بيبقاش في صالحكم. طيب هل أنا كفيبي أؤمن بموضوع توأم الشعلة؟ أنا أؤمن جدا بفكرة توأم الشعلة، وعشت الحالة دي ووجدت توأم الشعلة بتاعي، وأتمنى لكم انتوا كمان تلاقوا توأمكم. كانت معكم فيبي أنور السيناريستية. يومكم جميل.